معانا موهبة عراقية اللي هو هارون رياض، ضيف معانا اللي هو النحات والرسام هارون رياض. شلونك يا هارون؟ وصبحك الله بالخير يا هارون. صباح الخير، صباح الورد، اهلا وسهلا بك هارون. هارون، تحدث لنا عن هذا الفن اللي جمعت به ما بين النحت والرسم، شلون بدا عندك؟ طبعا اول ما بديت بكليه الفنون تعرفون انه القسم التشكيلي لازم انه تدرس عده اقسام. قبل انا دخلت على مود الرسم، انه اكون رسم، فاكو درس انه عندنا نحت قبل الفن على مود تختار، قبل الرسم على مود تختار، فدخلت للنحت شفت نفسي موجود بالنحت. حلو. اي فانا بالبدايه انا داخل رسام ونحت، فكملت بقسمي اللي هو الرسم بالكليه، بس بقى عندي حبي للنحت، فقمت بالكليه اشتغل رسم وادرس رسم، وبنفس الوقت اخلص محاضرتي الرسم بالكليه، ارجع قسم النحت. حلو. واشتغل وياهم، يعني اخذ دراسه مضاعفه، موهبتين في ان واحد. طيب يا هارون، انت خلي انت هنا اختاريت مستقبلك انه انت حددت الدراسه مالتك، خلينا نرجع شويه لورا ونشوف انه انت عندك يعني مثلا المام كان بالموضوع من انت وطفل، ولا انه انت عندك احد من العائله مثلا كان رسام والهمت به وحبيت انه تكون مثله؟ طبعا هذا الموضوع بدا وياي من الطفوله. نعم. انه اتذكر بالاول ابتدائي والدتي رسمت لي رسمه بنص السنه. حلو. باخير السنه قلت لها لا انا اريد ارسمها نفسها. حلو. يعني انطلاقتي كانت يعني من والدتي، اللي هي دائما كانت تشجعني وتاخذ لي اقلام وتراويني لوحات وتشتري لي يعني هواي اهتمت بموهبتي، يعني كان يعني من ارسم لي رسمه يعني تفرح اكثر من عندي. حلو. انه دائما هي اللي الداعمه لك، واحنا دائما يعني نركز على هذا الموضوع انه الاهل لازم يدعمون الموهبه الشخص اللي عنده. يعني دعمتني بشكل يعني مو طبيعي. يعني رسوماتي، اعمالي، دفاتري ترتب لي اياهن انه انت كون هيك كون هيك، والاساتذه وياي بالاعداديه وبالابتدائيه هم ما قصروا. يعني عندي بالخامس ابتدائي اول معرض شاركت به. نعم. ست كوثر اخذتنا يعني من كربلاء. نعم. اهلا وسهلا، نتشرف بك احنا، نتشرف. اخذتني المعرض وشاركت بمعرض، وقتها اخذت جائزه، وبعدين بديت ارسم بشكل يعني احترافي بالخامس اعدادي. نعم. واخذت كليه فنون جميله، دخلت جامعه البصره. حلو. ورحت هناك داومت، ويعني لان من الموهوبين قدمت على بغداد وقبلني رئيس الجامعه. جيت هنا بغداد مجاهد يعني هو على مود موهبتي، لان نعم. اهم شيء الشخص انه تكون موهبته. نعم. لان الشخص بدون هدف ما يسوى شيء. صحيح. هارون، طبعا انت الان نقلتنا الى موضوع جدا مهم اللي هو ماده التربيه الفنيه، وتحياتنا الى ست كوثر اللي هي بكربلاء اللي هي ساعدتك. يعني صحيح. شوف انه ماده التربيه الفنيه ايش قد نمت عندك هذا الموضوع، وهو ايش قد درس مهم بالنسبه لك. من دخلت الاعداديه وشاركت معارض، احد من الجهات المختصه المعنيه دعمك، ساعدك، لو بقيت بس على دعم العائله والمدرسه؟ بس يعني العائله والمدرسه، انه المرشد بس بالمدرسه، المرشد التربوي، مدرس الفنيه كانوا انه سووا لي معرض بالاعداديه، سووا لي معرض بوقتها رسمت المدرسين كلهم. حلو. ويعني سويت هذا المعرض بوقتها، كان عرض مسرحي، والطلبه كانت بوقتها للطلبه المتفوقين بالمدرسه نفسها. نعم. انه كانوا يسوون لنا فقرات اللي الطلبه المتفوقين يسووا لهم معرض ويسلمون شهادات تقديريه. نعم. ونفس الوقت شنو اللي عمل اللي عندك انت تاخذ جائزه عليه. انا اخذت بوقتها شهاده تقديريه انه كرسام بالمدرسه ومشاركتي بالمعارض. طيب. يعني هذا هيك. طيب بس انت يعني خلينا نقول انت كنت موفق في دراستك بالمدرسه، وبعدها انه انت اهتميت بالموهبه مالتك، وانا اريد نركز على هذا الموضوع، انه انت شخص دائما خليه يركز على دراسته، واذا كان عنده موهبه ينميها ويصقلها بصوره صحيحه. شوفنا شو مش عندك رسومات، اول شيء خلينا نركز نروح على الرسم نشوف شنو عندك رسومات، لان احنا دائما نعرف انه الشخص لازم يكون رسام حلو، من بعده انه يروح يتجه الى النحت. يعني انا بالرسم نعم. انه هذا يعني بالاقلام الخشبيه. نعم. يلا هذا شغلي. حلو. بس علي كيف خلي عليك خلينا نشوف هسه راح يدخل ويانا شكرا للمخرج. اشرح لنا هاي الشخصيات. طبعا هاي شخصيه يعني لعبه جود اوف وور. نعم. هلا اللعبه مال بلاي اعتقد. نعم. هذا الجزء الخامس. لا هسه يقولون لي اسمين، لا بس هو هيك يعني صار عنده لحيه طبعا. وهاي نفسها رسمه للموديل زيبا كرم علي ايرانيه. نعم. واحب يعني ادخل جانب الكاريكاتير. حلو. الكاريكاتير فن مهم جدا طبعا بالرسم. انه شخصيات كوميديه. نعم. وبنفس الوقت
شخصيه كوميديه، هاي بقلم الجاف، كل رسومات بقلم الجاف، كلها حلو. قلم جاف. إيه، قلم جاف، انا لازم ادخل قلم الجاف، يعني عندي حب قلم الجاف. يعني ما تستخدم اقلام رصاص، اقلام يعني خلي شوي على ألوان. الكاميرا نوجهها نعم على هاي الكاميرا. هذا تمام. كله بقلم الجاف. شنو اللي اهتميت به؟ اهتميت به بالتشريح. احنا تجاعيد الوجه والاسنان التشريح، والشفايف. احنا عندنا التشريح بالكليه كدرس اساسي، انه طبعاً. بالمرحله الثانيه ناخذ التشريح. حلو. هذا التشريح بنفس الوقت ايش راح يخليك؟ راح يخليك تكون قوي بالنحت. هو هذا إنه القصد. تفهم الكتله، نعم، انه الانسان لازم يكون تفهم الفورم مال العضله، نعم. انه العضلات احنا الله. ندرسها، الجسم الفورم مال بعدين العضله، هاي النحت. العضله من اتجاهها، هاي العضله من اتجاهها. نعم. من تضحك شنو اللي راح يصير عندك، اي عضله راح تتحرك. صحيح. مو بس الوجه، نعم. الجسم كله، احنا ندرس الجسم كله نعم. تشريح. حلو. نعم. يعني العضلات، العظام، حتى العظام السلاميه كل الاعضاء. انا العظام. تنتبهين، انتبهي على الرسمه هاي انه التشريح مال- التجاعيد، تجاعيد الوجه يعني رأساً شدت رسمه انتباهي. بدقه جدا عاليه يعني طبعاً، صراحه. طبعاً، انا يهنيك طبعاً. على هاي الموهبه. تسلم الله يخليك. طيب بعد شنو اكو؟ بعد عندي الشخصيات اللي تاثير الطفوله بيها. الابتسامه العريضه صارت هسه. هاي بعد يدور على الجوزه بعد كلش حلو. بعد حلو، يدور حلو، على حلو، الجوز، حلو. هذا ما لقاه خطير، قسم الكره الارضيه بوقتها. صحيح. حلو، عاشت ايدك. تعتقد حلو هذا قلم رصاص يمكن؟ لا هذا قلم جاف. قلم جاف. قلم نعم. جاف اسود. يعني أسود. انا عندي تمارين سريعه بقلم الجاف، حلو حلو انه كثير لحظه. حلو. نعم. طيب هارون، حد ما تشوف لنا الرسمه مال، طيب انت سترسم بقلم الجاف، القلم الجاف احنا مثل ما نعرف انه انت بعد من ترسم او تكتب ما راح تقدر انه انت تمسح بالقلم الجاف. يعني طيب الخطأ هنا بيه- الخطا اللي بيه حلو. قبل تغير الورقه الله. انت، الخطا بي ممنوع، يعني إنه تغير أي خطأ- الورقة. غير ورقه. هي هاي بس من أنا شخصيات سيد الخواتم يمكن؟ نعم شخصيه حلو. سيد الخواتم. وعندي كشخصيات يعني ادخل الزخرفه بيها نعم. على الشكل، ادخل اشكال، يعني عده اشكال. مثلا خلينا نشوف مثلاً. النموذج مثلا. مثلا طبعا رسوماتك كلش حلوه. يعني هاي حبيت. دخلت شكل الحيوان. اوف الله حلو. الله الله. هذا ما شاء العلم الله. قلم السوفت. هذا أها. بالسوفت. بالسوفت. يعني انا احب الخطوره بالرسم، انا انه ما عندي قلم سوفت بس يكتب بس ما يرسم. يعني انا حتى تمريناتي اليوميه اها انه بالقلم الجاف، ما اتمرن بالرصاص. ما ابد ما تحاول. ما احب الرصاص. اها راسها إنه تكون هذا مجازفه. مجازفه، حلوه أها. المجازفه. يعني انه اشتغل بالجاف حلو. بالسوفت، نعم. بنفس الوقت النحت طبعا النحت فادني بهاي الشغله. نعم. انه خلاني متمكن جرأة بالنحت. بحركة الإيد. الجرأة. نعم. هنا انا قمت اعرف الفورم مال العضله، حركه العضله، انا فاهمها وداخله بعقلي. من اريد ارسمها اعرف شنو هنا راح ارسم، حلو. واعرف الحركه مال العضله قبل ارسمها بدون ما اخطا. نعم. ليش اخطا؟ حلو. هو انت لازم شنو تدرس الجمجمه، بعدين هاي درسنا بالتشريح انه تدرس الجمجمه، بعدين تضيف عليها العضلات، مهم. بعدين الجلد. حلو. ها. يعني ما يصير انه ترسم بس يعني اكو ملامح، هاي المسح، الفلتر، السناب، هاي فعلاً، دائما فعلاً. يدزون انه ارسمها. نعم. اقوم لا اريد على مو الطبيعه. صحيح، أي طبعاً، مو طبعاً. صحيح. صح. اريدها على الطبيعه، انه اشوف نعم. الفورم مال العضله مالتك، حركه العضله. حتى لان تصير احنا انا مو واقعية. يعني رسام عادي، انه اكاديمي. فانت لازم تراعي الاكاديمي صحيح. اللي عندك. صحيح. بس انت باي مدرسه بالرسم متاثر اكثر؟ يعني الواقعيه، السورياليه، الكاريكاتير، شنو اللي تاثرت فيه انا اكثر؟ حاليا بالواقعيه. الواقعيه نعم. بالواقع- حسيتك إيه، يعني. بالواقع ومتاثر شوي بالكاريكاتير، يعني احب ارسم الشخصيات الاقزام. يعني سنوبي، يعني هذا الشخصيات. اي مثلا تميل دائما يعني يعني مثلاً هي هاي الشغلة. الافلام، عندك ألعاب. بورتريه راسم شخصيات معينه، جايب لنا بورتريه يعني الشخصيه، صور شخصيه. صور شخصيه يعني هن ذن اثنين راوتكم. أها. اي أها. واعتقد عندي لحظه. طيب هارون، حد ما اشوف لنا همين الرسمه الثانيه. أي. سؤال، كانت لك مصدر رزق مثلا؟ اكو ناس يراسلوك ويقولوا لك ارسمنا كرسم وينطوك أنا عليها ما- مثلا يعني ماده؟ نعم. كرسم ما اشتغل، ابدا. ما اشتغل رسم، ها يعني انه بس عنك. اشتغل كنحت. نحت كنحت. حلو. كنحت انه اشتغل بشركات ديكور، نعم. انه حلو. انحت لهم جداريات بالكوفيات، حلو. مقاهي. حلو حلو. حلو. اي عاشت ايدك. وبالبيوت انه فد منحوته طالعه من الحائط. حلو. اي حلو يعني ما شاء تماثيل. الله حلو يعني هذا. هيك. هسه ايش راح تسولف لنا؟ احنا شو اسولف لكم؟ ايش راح تسولف لنا؟ نروح للنحت يعني. حلو راح نروح نروح للنحت. للنحت نروح للنحت. لانه الناس احنا راح تسوي متلهفين لنا. متشوقين يلا. هناك للنحت. يلا خلينا نشوف. النحت وانا طبعا راح اشتغل هسه. تمام يا ريت. أكو حلو ملامح حلو شخصية بالجو. لطيفة. اخذ وقت. اذا اعزائنا المشاهدين راح نشوف هاي هذا تجربه لايف. حلوه ها. باللايف. يلا. راح يشتغل لنا هارون نحت هذه الشخصيه. طبعا هذين هاي الادوات. ادوات. حلو. حلو. كم اداه تستخدم له؟ انت حر يا اوف. هاي حر. كلها. وايد. يعني حسب احتياجك نعم نعم.
حسب الأداة. تفصيلة العضلة اللي شيء يجوز قد يكون فورم مثلا العضله، بالضبط الميزان والشكل. بالضبط. انه هسه اشتغل نعم. اها، شنو اللي دا تسوي الان؟ انا دا اشتغل يعني هذا حركه الخط. هو شو يباوع علي ويسوي حركه الخط. انا اشتغلت انه على صوره. اي بعدين فر لنا اياه على الكاميرا هارون وخذ راحتك بالحركه، لا ماكو مشكله. اها تمام. اها أنا تقدر توقف. نعم. نعم. اشتغلت على صوره، بس هسه يعني اريد اخذ الشغلات ايش تاخذ شو تباع علي؟ اي انا هم دا اشوف ليش يباوع عليك يعني. اها الان منطقه الحاجب. نعم. حلو. طالعه عندنا بالجو. نعم. كبيره. عمر داشك هاي انت يعني انا داشك والله بصراحه انا يعني. انتبهت منو اللي يباوع علي بس فرق بصراحة. العمر اعتقد راح يبدي الان يشتغل عليه ويصغره يعني داشك. يعني انا كبير هنا. اي لا هو الناحيه المنحوته بالناحيه هاي يكبر. نعم. لا اشرح لكم هاي الشغله. بالناحيه بالطين نعم. اول مره يكون الشكل يعني كبير. نعم. وبعدين بالعمر. تبدي بعدين من تاخذ له، من تخلص الشكل تاخذ القالب ايش راح يكون؟ راح يكون اما بورق اها يعني او فايبر كلاس. ينفخر يعني مثلا. لا مو ينفخر، هذا الطين راح اخذ عليه قالب، اخذ له نسخه. حلو. شلون يعني بالعيادات مال الاسنان انه بالضبط، ياخذون نسخه بالضبط. للسن حلو. وبعدين يصنعونه. حلو. هذا راح اخذ له نسخه وبعدين اخذ هاي النسخه القالب الام اللي راح يصير عندي. طيب اخذ عليه نسخ. سولف واشتغل خلينا نشوف. يلا. تمام. نشوف. اي تكلم انه انت طيب. حبيت انه دا يشتغلك يعني فشي طيب حلو. يا هارون اشتغل تخليك انا نسولف احنا. الطين هذا اللي هو طين عادي يعني ماكو اي مواد تستخدمها ثانيه. منين مثلاً؟ نجيبه يعني هذا الطين؟ يعني هذا يبيعوه يعني من الكليه. خاص مال نحت لا هذا؟ مو خاص ما نحن، بس لا. مجرد انه عاجنين. طين حر هذا؟ طين عادي. طين حر. اي بس ما شلون يعني نروح ندور ونجيب حلو، ونعجن. حلو، هم حلو، عاجنين لنا حلو، حلو. ومكملين نعم. نشتغل. اها حلو. هاي شو انت حلو عمر يعني انا طالع بالنحت حلو بس بالحقيقه اللي مو هيك. لا بالعكس انت وسيم جدا وسيم بالعكس. طبعا بس هاي تفاصيل الشعر. التحديد ما عاجبني اذا مو انا اعتقد وقت الحلقه يعني طبعاً. الفقره قليل فما على حق يعني. ايش قد ياخذ عندك وقت هاي المنحوته؟ يعني انا البارحه سهرت لها يعني لان انا ردت اشتغلها وردت يعني ايش قلت اسوي مفاجاه الاستاذ عمر. حلوه مفاجاه حلوه. بدا الالهام من 12 ل 5. نعم. بصراحة يعني احب دائما اشتغل بالليل. يشرفني بصراحة انت ابدعت، وهذا حيكون فخر الي يعني انه مثلك انت شخص تكون فنان عملاق تمثل العراق بصراحة يعني خجلني بصراحة انا ذوقك يا قلبي. انا يعني خجلان من ليش عندك. حبيت انا فرحانه بصراحه يعني الان الكلام راح من عندي لانه حابه هاي الفكره وانه بالجوده يصير العمل. اها شو اسمها هاي الاداه اللي تشتغل بيها؟ هي أداة نحت اللي هاي حذف. أداة حذف. طيب أنا مرة من المرات شاهدت إنه أحد الأشخاص النحاتين إنه يستخدمون يعني خشبة عادية. اشتغل ما لك علاقة بينا، أخذ راحتك. ما أعرف هي شنو هي بصراحة، ويشتغل بإيده أغلب شيء، ما يشتغل بهذه الأدوات. هذا عادي أنت هم تقدر إنه تستخدم إيديناتك أو عادي ماكو أي مشكلة. هسه من أضيف نعم أستخدم إيدي، بس هسه أنا دا أحذف لأن أكو شغلات دا أريد أسويها. نعم. تمام. حبيت يعني بصراحة يعني موهبة جدا حلوة ورائعة يا طبعا، ونشكر أهله لأنه دعموه بصراحة أكيد وخلوه أكيد. إنه يصقل موهبته بصورة صحيحة، وإن شاء الله نتمنى له إنه يمثل العراق يعني على مستوى عالمي يعني إن شاء الله. صراحة. الآن أنت بعدك طالب في كلية الفنون بغداد؟ أي مرحلة؟ ثالث رسم. الآن دا يشتغل هارون هاي المنحوتة اللي هي تمثل عمر، طبعا هو دا يباوع على عمر ودا يشتغل واني دا اغار يعني صراحة اغار لان طالع كلش حلو. تسلمين. عاشت ايدك يعني. ويدلل الاستاذ عمر. لا حبيبي شكرا لك، وانت ابدعت وانا اتشرف بكم واشكر من بالعكس عزيزي. انت كمواهب هيك حلوه ورائعه، فقناه الدبليو تي في دائما راح تكون تسلط الضوء عليكم من خلال برنامج. انا عندي اقتراح هارون. نعم. نكمل المنحوته بعد ان نسولف وياك اكثر. اوكي بعد البرنامج خلينا نسولف وياك لانه بصراحه عندنا هوايه اسئله نريد نسمعها من عندك. وطبعا انا كلش اشكرك انه جبت الماده وشوفتنا طريقه الشغل يعني. سولف لنا شنو الاشياء اللي تطمح ان توصل لها؟ طبعا هو انا اول ما دخلت للكليه بالبصره
حكيت ويا الاساتذه، قلت لهم انا طالب، كانوا يعطونا يعني تحضير انه 5 رسمات يوميا انه ترسمها. نعم. قلت له انا اريد اوصل عالميه، اريد شلون متعامل الطلاب تعاملني انا بقسوه، اريد انه تعاملني بقسوه، يعني ايش قد تعطيهم 5 رسمات تخطيطات سكيتشات تخططوا، انا اعطيني فد 15 20 واريدك تطالبني بهن، انه اخاف منك انه لازم انه اجيبهن. قال لي انا عامل اكيد؟ قلت له اي، وبديت بهذا الشيء ظليت اخطط. انا دخلت بالكليه يعني مو ذاك القوه رسمي، بس يعني بالمرحله الاولى، بالمرحله الثانيه هذا الدفتر اللي راوتكم اياه بالمرحله الثانيه شغلي. حلو حلو يعني بس هذين الاثنين اخير شيء انا اشتغلت بالمرحله الثالثه، لان هسه احنا مركزين بالمرحله الثالثه على الرسم بالزيت. الرسم بالزيت والمشاريع الانشاء اللي يعني حجمها كبير. نعم. فما نقدر نعرضها، انه ما اقدر اجيب لكم اياها. اكيد. اما بقيه الاعمال عندي منحوتات. اول عمل الي نعم. من نحته يعني صار انه انكسر، رجع صلحته، انكسر ورجع صلحته لحد ما انه كملته. نعم. فمن راويت الاساتذه قالوا لي هذا منو مشتغل عليه؟ قلت لهم انا اشتغلته. اشتغلته بالكليه، ظليت انا ابقى بوقت يعني متاخر من الدوام على مود انه اكمل العمل، لان تعرف انت ابو الرسم يطالبك بمحاضراته. نعم طبعا. اي وانت ايش عندك من ناحيه؟ نعم. من ناحيه ايش عندك؟ صحيح. بمن انت تاثرت؟ باي فنان تاثرت يعني الان حاليا تحب انه كنحت لو كرسم؟ نحت ورسم اكيد يعني. كنحت تاثرت دوناتيلو، وتاثرت مايكل انجلو. اللي سوى تمثال عظيم جدا للنبي داود طبعا. النبي داود. وبنفس الوقت كرسم تاثرت سلفادور دالي. خبر سرياليه هذا وعد استاذ يعني كان شخصيته الكاريزما مالته يعني كلش انت اكيد تقلده مشوار. هو شكله جدا مميز يعني، هو فنان مهم جدا سلفادور دالي. ليوناردو دافنشي اللي يعني اللي يعجبني به شفراته، اكيد الشفرات تعمقت بها. اي وبنفس الوقت كان يرسم باثنين ايديه. نعم. حلو. نفس الخط. صحيح. نفس الحركه. واللي عجبني به انه هو كان دكتور بنفس الوقت. باحث يعني فنان باحث. جربت انه ترسم باثنينات اي والحمد لله دا وصل لمستوى. يعني حلو. دا تشتغل على هذا الموضوع. دا اشتغل على هذا الموضوع. حلو. واللي عجبني به التشريح، انه يشرح تشريحه على العظم. طبعا. على العظم الدور يكون الرسمه تشريحه على العظم. يعني العظام اول شيء فوق العضله يدرسوها في كليه الطب طبعا. بنفس الوقت هو كان شو يسوي؟ كان يسرق الجثث طبعا من المقبره طبعا وياخذها الكيف عنده بعيد على مود يتعلم طريقه، على مود يشرح بنفس الوقت يرسم، يشرح ويرسم. والله بصراحه هذا الشيء يعني يا هارون يعني انت مبدع، وكان بودنا انه احنا بصراحه انه نطول وياك بالفقره نشوف هذه الموهبه الرائعه والجميله. نشكرك انه انت اليوم شرفتنا في برنامج كاهي وجيمر، ونشكر اهلك لانه دعموك وصقلوا موهبتك بصوره حلوه ورائعه. شكرا لك يا هارون، شرفتنا. بصراحه هارون انا فخوره جدا بك، لان انت انسان عصامي، تبني نفسك بنفسك وتحارب من الكربلاء الى البصره الى بغداد، وان شاء الله ان شاء الله امنيتي من القلب الى اللوفر توصل اعمالك تعرض هناك منحوتاتك ان شاء الله. طبعا هذا حلمي اني ارسم لوحه يعني جوبر باريس. خلاص انا قلت لك توصل لللوفر، اذا ان شاء الله انا تفائلت لك بالخير ان شاء الله. شكرا لك. اذا اعزائنا المشاهدين كان معنا الفنان الموهوب الرائع اللي نتمنى له ان يوصل الى العالميه وتحت برج ايفل يرسم لنا لللوفر، هارون رياض من كليه الفنون الجميله. ننتقل معكم الان الى تقرير لؤي الحسن وبعدها اكيد متواصلين معكم.